أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان. بين مسؤوليات البيت وتربية الأبناء ومتطلبات شهر رمضان الفضيلة اليومية، قد تشعر كثير من الأمهات بالإرهاق النفسي والجسدي الشديد، يعرف بالاحتراق الأمومي. هذا الشعور لا يعني ضعفا، بل هو إنذار يحتاج إلى فهم ودعم. في برنامج صحتك في رمضان لنسلط الضوء على هذا الموضوع اللي هو الاحتراق الأمومي، أسبابه، علاماته، وكيفاش يمكن للأم أن تعتني بنفسها وتستعيد توازنها خلال هذا الشهر الفضيل. لنتابع. الموضوع اللي باغي نتكلم معكم فيه هو موضوع ما كنسمعوش عليه بزاف، يا غير اغلبيه الامهات متاثرات به، اللي هو موضوع الاحتراق الامومي. الاحتراق الامومي بصفه عامه هو الاعراض ديال واحد التعب دائم، واحد فقدان المتعه، واحد الحساسيه اللي هي مفرطه خصوصا الصراخ والضغط، واحد الاحساس بالذنب. يعرف الاحتراق الأمومي طبياً على أنه حالة من الإجهاد النفسي المزمن تصيب الأم نتيجة للتعرض المستمر لمطالبة رعاية مرتفعة دون فترات كافية من الدعم أو التعافي. يتجلى هذا الاحتراق في إرهاق جسدي وعاطفي وتراجع الشعور بالكفاءة الوالدية، مع إحساس بالإنهاك الذهني وفقدان المتعة في الدور الأمومي. وإهمال هذه الحالة قد يؤدي إلى آثار سلبية تمتد إلى صحة الأم النفسية والجسدية، وكذلك إلى جودة التفاعل العاطفي مع الأبناء. الاحساس كيكون عند الامهات، النتائج ديالو هو بحال ما كنعرف في البيئه ديالنا كيعود الام عندها الثقل ديال الدار وديال التريكه، هادو كيكون مدات متواليه، كيكون دائما عندها هي مسؤوليه الدار ومسؤوليه التركه ومده متواليه بلا بدون مساعده ولا حد يساعدها. وهذا كيجي عن واحد التعب، وكيجي واحد فقدان ديال المتعه بحال ما قلنا، وكيكون واحد الضغط، واحد الحساسيه المفرطه. ومع ذا كامل، مع المجهود اللي كتعدل باش توازن بين المدرسه والتربيه، بحال كاع ما كانت موظفه اللي كيزاد هي تعب الوظيفه والمهام في الوظيفه ديالها، وكتجي نقطه التعامل مع الاطفال. ذا كامل كيكون واحد المده اللي هي بحال ما قلت طويله، وكيتزاد على هذا واحد الاحساس بالذنب، احساس بالتقصير. لا تقتصر المساعدة الأسرية على الجوانب العملية، بل تشمل الدعم العاطفي والاستماع والتقدير والمشاركة في اتخاذ القرار. وجود شبكة دعم داخل الأسرة يساهم في خفض مستويات التوتر والكورتيزول، ويحسن القدرة على التكيف مع الضغوط اليومية. وتشير الأبحاث إلى أن الأسر التي تعتمد نمط التعاون بدلاً من الفردية تكون أكثر تماسكاً وأقل عرضة لحدوث الاحتراق النفسي أو النزاعات الممتدة. الحمد لله في الثقافة الحسانية الحاجة اللي ضروري نحافظوا عليها هي الأسرة الممتدة، اللي المساعدة اللي قد تجبرها الأم مثلا من عند أسرتها، من عند الجدود ومن عند الأخوات ومن عند أصحاباتها والمجتمع اللي قريب لها. الحاجة اللي كتأثر عليها أكثر هاد كدير واحد الحاجة كنسموها حنايا الثقل او الحمل العقلي. هذا الحمل العقلي اساس شنو هو؟ داك كتفكر في الدار خاصها شنو طيب، شنو التركه شنو يلبسوا، شنو خاصها مثلا في حاجه عندها الشغله، شنو خاصها دير في هذه الشغله، شنو خاصها دير في هذا الديدلاين، اللي هي كتم تفكر بواحد الشكل اللي هو مستمر، وواحد الشكل اللي هو ثقيل على والمده متواليه. وهذا بالطبع كيأثر على صحة المرأة، كيأثر على من الأسباب ديال الإجهاد النفسي ديالها، هو التفكير المستمر. كنقطة حل بسيط مزيان الواحد يفرق هذه غير حل بسيط. دائما تسول راسك شنو هما الأمور اللي نقدر نحلها اليوم وشنو هما الأمور اللي ما نقدر نحلها اليوم.
اي حاجه تقدر تحلها اعطي خطه وحلها، اي حاجه اللي ما تقدر تحلها خليها عندك. هذه راه تساعد بعد دماغك باش يفصل بين الاهداف اللي هما ممكن انجازهم والاهداف اللي هي غير ممكن انجازهم، ما كتحتاج واحد الوقت واحد مجهود للتفكير. تعد الصحة النفسية داخل الأسرة أساساً للصحة العامة للأفراد، فهي البيئة الأولى التي تتشكل فيها الاستجابات العاطفية وأنماط التعامل مع الضغوط. الأسرة المستقرة نفسياً توفر مناخاً آمناً يسمح بالتعبير عن المشاعر دون خوف، مما يعزز النمو النفسي السليم لدى الأطفال. وتشير العلوم السلوكية إلى أن الاضطرابات النفسية غير المعالجة داخل الأسرة قد تنتقل وبشكل غير مباشر عبر أنماط التفاعل والتواصل وردود الفعل الانفعالية. النقطة الثانية اللي بغيت نتكلم فيها هي الصحة النفسية داخل الأسرة. تكلمنا على الصحة النفسية ديال الأبناء. يعني الأبناء هما غير واحد الجزء لا يتجزأ من عند الأسرة، اللي هي الصحة النفسية ديال الأسرة أساسها بحال ما قلنا الركيزة ديالها هما الزوج والزوجة. ما كيكونوا عندهم واحد التصور متلائم ديال شنو هما الهدف ديالهم من هذه الأسرة كأساس. مثلا الهدف ديال كل أسرة مسلمة هي تربي تركة في طاعة مولانا وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف الأسمى ديالها. الامور الثانيه بحال الرزق والنتائج اللي كتجي وراء الرزق ذاك على مولانا. يعني خاص يعود التصور اللي هو متشابه، لا التصور اللي بحال الزوجه كتشوف الاسره بحال الزوج كيشوف الاسره. لا عاد عندهم واحد عدم تفاهم في هذه النقطه هذه. هذا عدم التفاهم كينعكس على امور ثانيه، مثلا كينعكس مثلا على التركه. مثلا شنو بغينا من هذه التركه، وهذه القضيه كتنعكس على طبيعه المعاملات. مثلا كل اب وأم عنده واحد الفلسفة تربوية معينة، كيبغي يربي تركته مثلا على أمور معينة، ومثلا الطرف الثاني كيبغي يربي تركته على أمور أخرى. ما كيكون هذا عدم التناسق بيناتهم اش كيشكل واحد التنافر. وهذا التنافر كيحسوا به الأطفال. كيعرفوا عنهم مثلا بحال ما بغاوش يعدلوا شي حاجة، ما ملي يمشيو يسولوا والدهم، يقدروا يمشيو يسولوا والدهم مثلا. ولا مثلا كيكون مثلا والدهم قال لهم باللي راه هذا النهار فلاني راه ما غنديروش هذه الحاجه ولا ما نوكلوا هذه القضيه. ولا هذه القضيه كتوقع بزاف مثلا مع الامهات. مثلا كتكون امهات مانعه واحد النوع من الوكيل على سميتو على التركه، ولكن كيجي الاب مره وكيمشي يوكلهم ذاك الوكيل. ولا كتعود مثلا الام مزيراهم من واحد الجهه وكيعود الاب داك الشيء اللي كتزير عليه الام كتعود مرخصه، وكيعود العكس صحيح. كيعود مثلا الاب مزيرهم في شي امور والام مثلا كتكبر دوك الامور وكترخفهم بالتركه. هاد الحاجه كيستغلوها الاطفال من كيعرفوا عن كاين واحد عدم تفاهم في السلطه، كيستغلوه الاطفال لمصالحهم هم الشخصيه. تظهر الدراسات النفسية إلى أن المقارنات الاجتماعية بين الأسر تعد مصدراً خفياً لكنه قوي للضغط النفسي، خاصة عندما تسقط هذه المقارنات على الأطفال حين يقارن الطفل بغيره في التحصيل أو السلوك أو القدرات، فتتشكل لديه صورة ذاتية مشوهة قد تؤدي إلى انخفاض في تقدير الذات وزيادة في القلق والخوف من الفشل. فإن التركيز على الفروق الفردية ودعم نقاط القوة الخاصة بكل طفل هو عامل وقائي أساسي يعزز الصحة النفسية ويحد من الآثار السلبية للضغوط الاجتماعية المتزايدة. هنا غنتكلم على ديال المقارنات. مثلا عودك بحال فلان، عودك بحال فلانه، عودك بحال ولد فلان، عودك بحال بنت فلانه، كونك بحال بنت خالتك، كوني كذا كوني كذا. هاد المقارنات هادو راه ما عندهم ولا قيمه مضافه، ما عندهم ولا قيمه مضافه. ما كيحسنوا من التحصيل الدراسي ديال الاطفال، كيزيدوا من داك ضغط المقارنه ديالهم. كيعود الطفل مثلا دائما كيحس عنه دائما مقصر، اي حاجه دارها ما هي كافيه.
سبحان الله مولانا الحمد لله، هذه ضروري يشوفها حد من منظور ديني. الحمد لله العبد اي حاجه عدلها مولانا، سبحان الله مولانا اللي خالقنا من كيتقرب له كيتقرب للعبد بالشبر، مولانا كيتقرب له بالذراع. مولانا قاعد يقول لنا عودك بحال كذا، يعني مولانا طلب منا لا التقرب منه، طلب منا لا محاوله التقرب من مولانا، اللي حتى كأسرة نطلبوا من الأطفال لا محاولة التقرب من مثلا من القراية، من التقرب من القراية في وقتها، من التقرب مثلا من جانب مثلا التواصلي التفاعلي مع محيطه. نحاول الطفل يوصل الأهداف اللي قاعد هو يوصلها بلا ما حطينا واحد أثر وثقل عليه.